انا مؤخرا زي ما قلت لك كده حصل لي حاجه، بقالها سنه او سنتين حاجه كده. رجعت كل ال 40 سنه اللي فاتوا. يعني اكشلي بقى التلاتينات دي انت بجد لو حد جه سالني ايه اوحش سن، هو التلاتينات. سلم عليا. صح والله العظيم لسه بتكلم في القصه دي من بقول التلاتينات ده من اوحش الفترات المتعديه لاي بني ادم. مش معقول. كمل بقى. فيها حاجات كتيرة جدا. انت فاكر نفسك ناضج، انت ولا ناضج ولا نيلة على دماغك خالص. تصرفاتك كلها تصرفات عشرينات، وانت راجل كبير ما ينفعش تعمل اللي انت بتعمله ده. تفتكر ان انت فاهم كل حاجة، انت مش فاهم حاجة. وانت مش فاهم حاجة. يعني في العشرينات انت بيبقى اللا مسؤولية واخداك اكتر طبعاً. وعايز تجرب وبتاع وكده. بتيجي في الثلاثينات لو نجحت تفتكر ان انت كسرت الدنيا، ان انت مفيش زيك، هقول لك على حاجة. والدنيا هتديك بالقلم. اقول لك على حاجة. انا كنت جات فترة في الثلاثينات كنت بقول كلام ما يتقالش. كنت بقول كلام ما يتقالش. كنت بقولها في قعدات ضيقة. انا شايف نفسي اجمد مؤلف في مصر. لا في احسن منك واعظم منك موجودين دلوقتي كتير، على فكرة كتير، بدون ذكر اسماء يعني عشان ما ننساش حد. فاهم. وفي اشكال مختلفة، وفي حاجات بيعرفوا يكتبوها انت ما تعرفش تكتبها. دي كانت نقطة مثلا في الثلاثينات. ايه ده؟ ايه الجملة دي يعني اصلا؟ ايه الجملة دي؟ لا طبعا خالص على فكرة. ودي على فكرة جملة كانت معطلاني.